السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال يا رب. تورتة الشوكولاتة دي مختلفة عن اي تورتة او اي كيكة شوكولاتة اكلتوها قبل كده. مكون جديد جميل جدا حصري معايا، مخلي الكيكة عالية وهشة وجميلة. وعاوزة اقول لكم كمان إن مش لازم يكون عندك ادوات عشان تعملي تورتة جميلة زي كده. بنسمع كتير اصل دي محتاجة امكانيات محتاجة حاجة. النهاردة هوريك ان بالمعلقة هتقدري تعملي التورتة الجميلة دي وتزوقيها بالمعلقة، ومش هندخل اي ادوات ولا كيس حلواني ولا اي حاجة خالص. خليكم معايا عشان تشوفوا الجمال ده اتعمل ازاي. هنبدأ المكونات بسم الله، اللي هسيبها لكم برضو في صندوق الوصف. عندي 5 بيضات طبعا حاطين عليها فانيليا وذرة ملح. عندي كوباية الا ربع سكر. عندي دوت بيكنج صودا او صودا الخبز احط منها معلقتين. عندي هنا كوبايتين دقيق متعدد الأغراض. عندي معلقتين كاكاو، ودول 4 معالق زبدة، ودول مكون السحري الجميل 4 معالق عسل نحل. بس هو طبعا متكرمل شوية أو يعني عامل حبيبات فمفيش مشكلة، هنستخدمه بدل ما احنا نجنبه نقول ده خرز مننا. الوصفة ما فيهاش بيكنج باودر يا جماعة، واسيب لكم برضو المكونات في صندوق الوصف بإذن الله. طبعا قبل ما ابدا هنا عندي الصينيه بتاعتي مقاس 30 ودهنها زبده زيت ومبطناها كويس قوي بالدقيق. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هنضرب البيض، بس انا عاوزه اضرب البيض كويس جدا بحيث ان هو يمتزج في المكونات مع بعضها قوي. مش شرط يفتح لانه هيفتح لما احط السكر، وهبدا احط السكر بالتدريج خطوه. بس انا مسرعها عشان معروفه ان انا هتنيني اضرب فيها لحد ما لونه يفتح شويه. العسل النحل هحطه على النار. احطه على النار، وبعدين اول لما يسيح كده هبدأ احط له الزبدة. وانا هنا كنت حاطة زبدة صفرة ايا كان هي نباتين ولا بلدي، على معلقة زبدة من البلدي علشان تديها الطعم الغني الحلو. اول لما تغلي معايا كده وتبدأ تفور هنزل لها بالكربونات الصوديوم او صودا الخبز او الكربونات، المعلقتين اللي قلت عليهم. شوفوا هتبدأ تفور وتبقى تعمل ازاي. على فكرة دي نوع من انواع الحلويات بيتعمل لوحده كده بس بيبقى مسكر شوية. بس هنا احنا هنحطه في الكيكة بتاعتنا، فانا مش هوصله لمرحلة ان هو يتكرمل قوي. هبدأ اقلب فيه. معلش انا الخطوة دي ما حبيتش اسرحها عشان تشوفوا، لان انا عاوزة لونه يتغير. بس عشان لونه يتغير هيتلسع مني. تن ايدي فيه، هتنيني اقلب فيه يمين وشمال من كل جهة وانزل للجوانب علشان ما يخرصش مني ويبوظ. هبدأ اقلب فيه. ده اللون طبعا بدأ يغمق سن اهوت معايا. كده جميل، بس مش هو دوت اللي انا عاوزاه. انا عاوزة اغمق من كده شوية. هتنيني اقلب فيه لحد ما اوصل اللون المطلوب، وهقول لكم عليه لما اوصل له. هنا بقى مع التقليب المستمر انا وصلت للون اللي انا عاوزاه. كمان هسيبه يغمق سنة بسيطة قوي زي كده. انا غمقت الكاميرا علشان تشوفوا ان هو كده. هرجع بقى للميكس بتاعي اللي هو خليط البيض والسكر. شايفين ان هو عامل ازاي وبقى جميل ازاي وسايل ازاي. انا سبت طبعا خليط العسل هيبرد شوية قبل ما احطه على باقي المكونات. وهنا هبدأ احط الدقيق. ما تستغربوش، هحط الدقيق بس طبعا بنخله. وانا بحطه انا بنخله مرة واتنين وتلاتة. وهبدأ خطوة يعني برضو هسرحها لان هي معروفة. هبدأ اقلب فيه لحد ما الدقيق يخلص معايا، وطبعا يدوب تماما في خليط اللي هو البيض والسكر. هنا برضو بقى حطيت الكاكاو كده. خلاص كل المكونات مع بعضها تمام. هيديني اللي هو المزيج اللي هو تقيل دوت شوية زي ما انتوا شايفين كده. هو دوت المزيج اللي انا عاوزاه، او هو دوت القوام اللي انا عاوزاه. بمعلقة بقى وببدأ اقلب من تحت لفوق عشان ما اخرجش الهواء. خلي بالنا من الخطوة دي. ما ينفعش وفي اتجاه واحد، ما ينفعش ان انا اقلب يمين وشمال، لا، اتجاه واحد ومن تحت لفوق. عندي بقى خليط اللي هو العسل مع الزبدة مع الكربوناتو. خلاص برد اهو. شايفين ما شاء الله اللون الجميل بتاعه. هحطه مرة واحدة، مفيش اي مشكلة. لازم يبرد يا جماعة، لازم يبرد. معلش بكررها علشان ما نبوظش كل تعبنا دوت. هقلب بقى من تحت لفوق برضو في نفس الاتجاه زي ما احنا قلنا. لحد ما هو يختلط مع بعضه خالص، لحد ما الاقيش طبعا لونين، الاقيه كله ميكس مع بعض واحد كده. كده خلاص الخليط بتاعي تمام ومظبوط. جبت بقى الصينية اللي ندهناها من الأول وهنبدأ نحطها. خلي بالنا مقاس 30 ما هياش كبيرة، لأن أنا هقسمها واتعملت معايا 4 لير أو 4 طبقات حلوة. بعد ما استوت بقى في الفرن وطلعناها واختبرنا بالخلة، والخلة طلعت نضيفة وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. هو فرن متوسط الحرارة. بتقعد حوالي تلت ساعة نص ساعة حسب الفرن بتاعك عامل ازاي.
هنا بقى هقسمها نصين بعد ما بردت خالص، ما اقطعش وهي سخنة عشان ما تفرولش. هقطع الجناب للي عاوز، انا يعني علشان تساعدني في التزيين، فانا بقطع جناب. شايفينها هي ما شاء الله هشة جدا وريحتها خطيرة. العسل بصراحة مكون اضافي رائع جدا في التورتة او الكيكة دي. هقسمها بقى من النص اتنين. تمام كده بقى عندي طبقتين، وكل نص هاخده هقسمه نصين. هيبقى عندي 4 طبقات أو 4 لير أو 4 ديست زي ما بيسموها. وكده هتبقى معايا تورتاية جميلة جدا جدا على فكرة، وحجمها حلو ويعني تورتاية جميلة جدا. الخطوة برضو المكررة، عندي كريم شانتيه خام بدون سكر. بحط عليه مية متلجة جدا أو قطع تلج كمان، وبفضل أضرب فيه جامد جدا. هو دوت سر قوام الكريمة المتماسكة. بعد ما اضربه ويفضل ان هو جميل ازاي، ما بينزلش من المضرب ازاي، وتقيل وحلو جدا. انا بقى بصراحه عاوزه احط له كاكاو خفيف كده مش كتير بس، او شوكولاته. دي شوكولاته خام متسيحه، حطيت منها ما يقرب من المعلقه الصغيره على الكريمه، وكده تمام قوي عندي. ابدا بقى اجيب طبقات الكيكه عندي، وخلي بالنا الكيكه النص اللي تحت دوت هو النص اللي يبقى واحد من اللي كانوا تحت في الصينيه، عشان يكون متماسك وحلو كده. واحط الكريمه، وخلي بالنا احنا بستخدم المعلقه، مش هستخدم الا المعلقه خالص، ولا تزيين ولا يعني ولا كيس حلواني ولا اي حاجه خالص. بالمعلقه ابدا احط الكريمه بتاعتي واسويها، وكده تمام قوي. وابدا احط الطبقه التانية. جبنا الطبقه التانية، وديت يفضل اللي تكون كانت فوق، يعني اللي هي الوش بتاع الكيكه. بقلبها برضو الوش بيكون تحت، والنص كده هو اللي موجود، واحط عليها كريمه برضو بالمعلقه. افضل احط الطبقات كلها بالمعلقه. وادي معانا الطبقه التالتة نفس الكلام. خلي بالكم ملحوظة، أنا ما بسقيش الكيكة، لأن الكيكة بصراحة طرية جدا وهشة جدا، ومش محتاجة إن أنا أسقيها أي حاجة خالص. بسقيها في حالة لو قدر الله كانت نشفت مني في الفرن، أو يعني المكونات ما كانتش مظبوطة قوي، أو حاجة جت مني زيادة فنشفتها، فبسقيها. لكن أنا ما سقيهاش. وادي الطبقة الرابعة اللي هو اللي كان في الصينية من تحت الكيكة، هي اللي فوق خالص، وكله برضو بالمعلقة. كده عندي الأربع طبقات تمام جدا. أنا مسيحة شوكولاتة خام أسباني، أو شوكولاتة خام بدون سكر برضو اللي هي الدارك. بسيحها على بخار مية، ما فيش ميكروويف ولا أي حاجة. حطي على البراد كده، خليه يطلع بخار، وحطي عليه أي حاجة حرارية، وروحي حاطة الشوكولاتة وخلاص. أحيانا بزودها حبة مية أو حبة زيت. هنا زودتها معلقة واحدة مية علشان كانت يابسة شوية، وبتنيني أقلب فيها لحد ما تديني الشايني أو اللمعة اللي انتوا شايفينها الجميلة دي. وبرضو بنوزع الشوكولاتة بالمعلقة، ما استخدمناش أي أدوات خالص. ما تقفيش على إن ما عندكيش حاجة في المطبخ، استخدمي اللي موجود وهيطلع زي الفل وتمام ان شاء الله. كده عندي الشوكولاته هي كانت دافيه شويه، فبدات تسيل عادي، وانا كنت قاصده كده عشان تسيل معايا مفيش مشكله. وادي جبنا المعلقه تاني، ونحط باقي الكريمه على الجناب. هنفضل نقلب كده ونلف كده الطبق اللي احنا حاطين عليه، ونخلص الجناب كلها او نغطي الجناب كلها بتاعتنا بالمعلقه. وبعد ما نخلصها هتبقى سهل جدا. عندك فرماسيل حطي، في ناس بتحب تحط سوداني مفروم، مفيش اي مشكله، جميل جدا. مالتي سيزر زي ما انا هعمل كده هحطه. اي حاجه عندك موجوده حطيها، ما عندكيش ما تحطيش. هي شكلها في الاخر هتبقى جميله جدا وحلوه وغنيه، وهتعجب ولادك. واحنا في شتا بقى، قومي دفي الفرن كده ودفي المطبخ ودفي البيت، واعملي حاجه حلوه لاولادك مش مكلفه خالص. كده تمام بقى. اقل حاجة موجودة عندك، وابدأي زيني زي ما انت عايزة حسب الكمية اللي موجودة معاكي. ممكن ما تحطيش لو عندك منه، ما تحطيش قريب قوي من بعضه كده، اعملي بعيد شوية. حطي فرماسيل، حطي اي حاجة عندك هتبقى تمام وزي الفل. ادي الشكل النهائي اللي عندي باقل تكلفة. طعمها رائع، حجمها كبير حلو، كفت كتير، ما شاء الله طعمها جميل. حاجة بقى مش مكلفة، مش زي الحاجات اللي بنشوفها بره. ولادك عايزين ياكلوا حاجة حلوة، انتي عايزة تاكلي حاجة حلوة، قومي اعمليها. يا رب يا رب يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتكون افدتكم بحاجة، ويا رب اشوفكم على الف خير. اوعوا تنسوا بقى اللايك والشير والسبسكرايب والكومنتات الجميلة اللي بتسعدني. شكرا لكل حد بيدعمني، شكرا لحد بيقول لي كلمة جميلة بتخليني مستمرة. شكرا لكم جميعا لتواجدكم معايا، وجودكم على صفحتي شرف ليا. أرجو أن انتوا دايما يا رب تكونوا بألف خير، ودمتم بألف خير.